صباح الخير، صباح الجمال على أجمل ناس ومتابعين بجد بيتابعوني، باحبهم جدًا. شكرًا بجد، مش قادرة أوصف لكم يعني سعادتي كده على الفيديو اللي فات إن هو عجبكم جدًا. متوسط نسبة المشاهدة جاية عالية ما شاء الله، اللهم بارك إن يعني الفيديو عجبكم جدًا، على اللايكات، على الكومنتات الجميلة بجد اللي أنا قريتها. ربنا بجد ما يحرمنيش منكم ويديمكم نعمة في حياتي. والنهارده بقى خلاص إحنا عملنا الفيديو اللي فات اللي أنا باوريه لكم دوّة، باوريكم الشقة كده من أولها لآخرها نضيفة ومرتبة وكل حاجة، وفي المطبخ برضه يعتبر مرتب إلى حدٍ ما، ومجهزة برضه غدا خفيف. بمناسبة إن أنا عاملة ليه، أنا عاملة بُصّوا زي ما أنتم شايفين كده سالقة مكرونة ومجهزة البشاميل وعاملة شاورما فراخ، مجهزة إن أنا أعمل طواجن مكرونة نجريسكو، عاملة غدا خفيف علشان إحنا في الوقت دوّة خلاص أنا صحيت. لو تفتكروا أصلًا الفيديو اللي فات أنا قُلت لكم إن أنا اللهم صل على النبي روّقت الشقة كلها في يوم بالليل كده زي ما سهرت معاكم، والحاجة الوحيدة اللي أنا صحيت الصبح عملتها reception زي ما وريته لكم دلوقتي كده في بداية الفيديو كله خلّصته كله أنا وأولادي. وبعد كده بقى قُمت مجهزة الغدا الخفيف دوّة ورُحنا على المطار. وادعوا لي، ادعوا لي بجد الناس اللي بتحبني العسل دي اللي بيشاركوا الفيديوهات بتاعتي وبيحطوا لي كومنتات ولايكات جميلة، ادعوا لي إن الطريق دوّة أمشيه المرة الجاية إن شاء الله وأنا رايحة أزور النبي حبيبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشافعنا وشفيعنا وقائدنا وقدوتنا سيدنا محمد، عليك أفضل الصلاة والسلام يا رسول الله. كنت ماشية طول الطريق ده وأنا بادعي مع نفسي كده يا رب يجعلني أمشيه المرة الجاية أروحه كده وهُم رايحين يوصّلوني علشان أزور النبي عليه الصلاة والسلام. وبقى كنا رايحين نجيبها في الوقت ده كانت الساعة حوالي 6:30 7:15 عشان الطيارة بتاعتها كانت جاية متأخرة شوية، وهاحكي معاكم بقى بس بعد ما تشوفوا الجزء ده. الحمد لله على السلامة. ها؟ ليلي وحشتيني، ياسين وحشتني يا ياسين. كم يوم عشان نسافر؟ كم يوم عشان تسافروا؟ لولو يا لولو يا عسل. ليلي ليليان فاكراني؟ أنا مين؟ أميرة. أميرة اسمي إيه؟ اسمي إيه يا ليلي؟ بابا هو كلمي بابا. اسمي إيه؟ اسمي إيه؟ اسمي إيه يا ياسين؟ أميرة يا أختي عسل. ايه يا ليلي؟ ايه اللي وقع منك في الطيارة؟ لا، هي واحد في الموتور هنا جوه، السكوت بتاعه وقعت وهي وقعت على الأرض. هي وقعت؟ قعدتي تعيطي؟ لا، معلش معلش. قول لهم يلا باي باي يا ليلي. قول يا بيبي يا سوسو يلا. قول باي باي. قول لبابا يلا باي باي. باي. شفتوا الأمارات الصغيرين السكر دول بجد بجد عبارة عن سكر كده هم، يعني أنا بديكوا لقطات بسيطة من كلامي معاهم، بس قطعة السكر الصغيرة ليلي القمر دي بنت قلبي كده، قطعة من قلبي، دمها زي الشربات بجد، ربنا يحفظهم ويحميهم ليها يا رب. وما كنتش عارفين يعني أنا ساعتها ساعة ما كانوا خارجين كده من المطار خلاص، اللحظة بتاعت عارفين اللي هي لحظة مؤثرة بجد، يعني بعد سنة غياب بجد بنفترق سنة كاملة على ما نشوفهم تاني. كانت لحظة كان نفسي أصورها لكم، بس الصراحة كان اهتمامي في الوقت دوّة مش إن أنا أصور مثلًا، لأ كان اهتمامي وإحنا بنجري عليهم كده إن إحنا بجد نحضنهم ونبوسهم ونقول لهم وحشتونا كتير، كتير بجد والله غيابكم بيفرق معانا. ربنا يحببنا في بعض يعني بُصّوا دايمًا ادعوا كده، ادعوا تقولوا اللهم ألِف بين قلوبنا جميعًا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. ربنا يجعل كده المحبة في قلوبنا جميعًا لبعض كده، ويبارك في كل الناس اللي بنحبهم بجد ويخلّيهم لينا. رجعنا البيت بقى بعد ما سلِّمنا بقى وعبّينا الشنط في العربية وحاجات كتير كده، قُمت راجعة البيت. الغدا السريع ده بقى أنا عملته ليه، علشان الغدا ده أنا كنت باعمله مش غدا، هي كده كانت تعتبر إن هي متغدية أصلًا في الطيارة، بس أنا كنت عاملاه عشان إحنا على ما نرجع البيت والكلام ده كانت هتبقى الساعة 21:00 أو على ما ناكل 21:30 10 كمان. فأنا كنت باحاول أعمل حاجة خفيفة اللي هي يعني تنفع ما بين العشا فاهمين، والوجبة إيه برضه تشبّع، بالنسبة برضه ليّا أنا وأولادي. قررت في اليوم ده خلاص قُلت أعمل نجريسكو على أساس إن أنا كنت أخلّص الحاجة بسرعة جدًا أنا كمان والبس وأروح معاهم ونرجع والكلام دوّة، بس على كده. لإن في اليوم ده برضه الصبح أنا نزلت رُحت السوق لإني كنت جايبة محشي بقى، وتاني يوم عملنا محشي وضبّطنا الدنيا يعني، ومش عارفة أصوّر معاكم حاجة والله نفسي أصوّر جدًا الأحداث اللي بتحصل، بس مش مهتمية بالتصوير أوي اليومين دول. يعني عارفين الفيديو دوّة في مقاطع منكم كده اللي أنا عمّالة أصوّرها وأورّيها لكم، باحاول أصوّرها لإني أنا مش بافكّر
في التصوير قوي الفتره دي قد نفكر ان احنا يعني الاسبوع اللي هتقعدوا معانا او ال8 ايام ان احنا نستمتع بجد بالفتره الغيبه اللي بتغيبها عننا. فمش مهتميه بالتصوير، بس ان شاء الله ان شاء الله يعني هحاول اصور لكم يعني الاجزاء اللي هعرف اصورها بجد. انا الاجزاء اللي بصورها لكم ده في اليوم اللي احنا رجعنا فيه من المطار، ساعتها كده اما كانت غدينا وعملت عصير مانجا وما اعرفش ايه وقعدنا نرغي. وعايزه اقول لكم اصلا ان احنا قعدنا نرغي بجد للصبح. انت اسمك ايه؟ مليانة سكر. أنا عسل. انت سكر انت عسل؟ مين السكر؟ أنت وعسل. أنت سكر. استني بس، انت عسل وانا عسل. انت سكر ولا انا اللي سكر؟ هسكر. أنت سكر. أنت كلية. انا سكر وانت ايه؟ سكر حسن. يعني انا وانت الاتنين سكر. مين؟ عسل. بصي يا ليلي مين الحلوه مين الحلوين؟ بصي انا اللي حلوه ولا انتي؟ وانا كمان لا انا حلوه. يعني احنا الاتنين يبقى احنا ايه بقى؟ حلوين. انتي بتحبي بصي ليلي بتحبيني؟ بتحبيني قد ايه؟ ايه كتير؟ اعملي كتير كده، اعملي كتير، قولي بتحبيني قد ايه؟ احب. انا مش فاهمه انت بتقولي ايه، بس ما علينا، اكيد بتقولي حاجه. ده ملك اللعب. ليلي مين الطقم الحلو اللي انت لابساه ده؟ انا عايزه اخده. لا انا عايزه اخده. دي بتاعتك؟ لا هي تيجي على قدي، لو انا خدتها لبستها تيجي على قدي؟ تيجي على قدي؟ لا انا زعلانه. انت بتحبينيش كده. انا حابه بابا. انت تحبي بابا؟ انا حابه ماما. انا حابه وانا انت كمان حابه. وانت انا كمان بحبك. انت عسل. هاتي بوسه يلا. لا وانت عندك اعملها لي كده، انا عارفه انت بتبوسيني. اعملي كده يلا، هاتي بوسه كمان. قولي باي باي. قولي لهم باي باي. باي باي. باي باي. باي باي يا عسل. باي باي يا عسل. باي باي يا سكر. باي سكر. باي باي يا عسل. الفيديو ده بجد انا حاولت اللي هو بصوا اديكم مقاطع من الاحداث اللي كانت ممكن تحصل يعني معايا في اليوم الاولاني. والله انا عارفه اصور بجد، سامحوني، بس ان شاء الله استنوني. اصلا الفيديو الجاي بقى اكيد عايزين عارفين الشقه اللي روقناها ونضفناها وعملنا فيها حاجات كتير بقى اكيد. ايوه كركبت يا اميره على بعضها. كركبت بس عادي يعني، كل ده يهون يعني في سبيل ان احنا متجمعين. فبعد كده ان شاء الله الفيديو الجاي اكيد هنظبط الشقه مع بعض كده. ودي بقى هنا ولاء، انتوا الناس اللي متابعيني عارفه ولاء اللي هي اخت جوزي الكبيره، هي بقى اللي كانت بتقطع لنا البطيخه في الوقت ده. وما تفهموش البطيخه دي صاحيه كده، بطيخه صاحيه اللي هي كل ما تيجي تمسك حته تحس ان حته بتفط كده وتنط من ايديها. كل شويه تقول لي اميره، نضحك ونقول لها ايه البطيخ ده صاحي ولا ايه؟ بس كده. وعايزه اقول لكم ان اليوم بتاعنا ما بينتهيش، يعني مثلا بنتغدى وناكل بطيخ ونقول اليوم بتاعنا خلص خلاص كده، نلاقينا صاحيين الساعه 4 5 الصبح اللي هو ايه، نبعت نجيب فينو وجبن وحاجات ولسه وجبه نقول ايه، نعتبر دي وجبه عشاء. وكده الفيديو بتاعي بجد حاولت يعني ايه اقول لكم اي اخبار عني. واستنوني الفيديو الجاي، فيديوهات قويه جدا ان شاء الله هتعجبكم. واللي لسه ما حطش اشتراك بجد اشتركي في القناه عشان المحتوى يعجبك. وشكرا على اي حد بيحط كومنت او لايك. دمتم نعمه في حياتي يا رب. باي باي.